السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم سآتيكم بخبر حصري وعاجل بطبيعة الحال. يعني جميع المشاهدين لقنوات بين سبورت أو مجموعة من المشاهدين المغاربة لم يكتشفوا هذا الخبر. يعني بعد المباراة بين المغرب والكونغو الكونغو الديمقراطية، يعني ما شفناش، يعني هو هذا الشيء وقع من وراء الكواليس. بطبيعة الحال وقع هناك مشاحنات وصراعات بين اللاعبين ديال الفريق الكونغو الديمقراطية وكذلك المغرب. وبطبيعة الحال يعني بطبيعة الحال اللاعب ماتسيل ماوتي ماتسيل، بطبيعة الحال هذا اللاعب اللي الرقم ديالو في القميص ديالو 22 هو اللاعب. يعني كان انه بطبيعة الحال وقع بينهم واحد الصراع، واحد السب والشتم بين بطبيعة الحال المدرب وليد الركراكي، ولكن الله اعلم ما تعرفش اشنو واقع بطبيعة الحال في الامور بالضبط. ولكن هذه الصراعات فهي تؤثر على الحضور الذهني ديال اللاعبين. بطبيعة الحال حنا كنعرفوا ان المنتخب المغربي يعني عنده لاعبين يعني بروفيسيونيل، يعني لاعبين يعني كيلعبوا في الدول الاوروبيه. يعني ما خاصو اي لاعب خاصو يحترم راسو، يحترم الطرف الاخر. وكذلك بالنسبه للاعبين الاخرين يعني ديال الكونغو الديمقراطيه، يعني تما يعني في اثناء المباراه شاهدنا بعض الصراعات، يعني حتى في الطريقه ديال الكونغو الديمقراطي انهم كيلعبوا اغريسيف، التدخلات ديالهم عنيفه. وبطبيعه الحال هذا ادى الى مجموعه من الصراعات والشجارات التي كانت بين اللاعبين ديال المنتخب يعني المغربي وكذلك المنتخب الكونغو الديمقراطيه. فبطبيعه الحال يعني فاكد المدرب وليد الركراكي انه لم يقل اي سب وشتم تجاه يعني اللاعبين اللاعب ديال الكونغو الديمقراطيه، يعني ماتسيل داك يعني اللاعب اللي جاء بتصريح صحفي اكد على انه يعني هو بطبيعه الحال اكد على انه حتى ما قال حتى حاجه، وبطبيعه الحال انه يعني بريء وبحال ما دار راسو بحال ما داير حتى حاجه. ولكن كيوقعوا بزاف ديال التمييزات العنصريه وكذلك كيوقعوا مشاحنات. يعني كنشوفوا هذا الشيء في كره القدم، يعني التصرفات الغير اخلاقيه. بطبيعه الحال يمكن الله اعلم، ولكن يقدر يكون اللاعب ماتسيل يقدر يكون يعني القى بعد السب او الشتم او انه يعني حتى المدرب وليد الركراكي اكد على انه يعني راه وقع واحد الشجار داخل الملعب. يعني اللاعب ماتسيل موتسيبي يعني هذا اللاعب اللي بطبيعه الحال القى بعض الكلم يعني الخبيث، يعني كلم غير اخلاقي وتصرفات غير اخلاقيه. وحاول المدرب وليد الركراكي انه يسلم عليه، ولكن دار راسو بحال ما شافوش. يعني هذه امور، يعني داك التكبر الكبار وبطبيعه الحال يعني داك الحقد، بطبيعه الحال هذه امور كتوقع. ولكن بطبيعه الحال اللاعبين خاصهم يكونوا اتم في الجاهزيه النفسيه ديالهم والبدنيه وكذلك الذهنيه. الحضور الذهني ديال اللاعبين خاصو يكون في اتم الجاهزيه. وهذا هو الخبر اللي بغيت نقول لكم. وشكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باخبار جديده وبالامور التكتيكيه والفنيه. والمباراه ديال المنتخب المغربي مع الفريق زامبيا ستكون يوم الاربعاء بالتوقيت 9 غرينتش بتوقيت المغرب. ونتمناو الحظ موفق للمنتخب المغربي انه يتاهل الى الدور ليس بالنسبه اودي لا الشيء دزنا الثمن النهائي ودزنا الربع، هذا هو الخير وما فيه. السلام عليكم، شكرا لكم على المشاهده.